السلام عليكم أحبائي الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم. بالنسبة للأشخاص اللي هي بتحاول تتجاهل الوساوس، بتحاول تطمن نفسها وبالرغم من كل اللي هي بتعمله لسه حاسس إن الوسواس أقوى منك، وإنتي ساعات بتحسي إنك ضعيفة قدامه، ومجرد ما الوساوس دي تهاجمك بتقعي في نفس الفخ مرة تانية. طيب يا ترى ليه ده ممكن بيحصل معانا؟ هل معنى كده إنك مش بتتقدم؟ هل ممكن يكون عندك مشكلة أعمق مش واخدة بالك منها؟ في الحلقة دي إن شاء الله مع بعض هنتكلم عن أعمق نقطة بيستغلها الوسواس جواك، وإزاي تعالجها بأسلوب علمي، وإزاي تبني قوة نفسية عصبية حقيقية تخليك ترد على الهجمة وتحس بقوتك من جوه مش تمثيل. طيب يا ترى إيه هو سر الإحساس بالضعف قدام الوسواس؟ لابد نفهم ان الوسواس مش بس فكرة مزعجة، هو كأنه صوت جواك بيشكك فيك وفي قدرتك وفي سلامتك وفي قيمتك. فانت مثلا لما بتحاول تتجاهله بتكون بتتجاهل الفكرة، لكن مش دايما بتتجاهل المعنى اللي جواك مصدقه. ودي اول نقطة مهمة. انت هنا مشكلتك مش في انك مش قادر تتجاهل، مشكلتك في انك حاسس انك اضعف منه، وكل مرة بتقاومه بيزيد إحساسك بالهزيمة. طيب أنت ليه هنا بتصدق إنك شخص ضعيف قدام الوساوس؟ والكلام ليكي برضه. رقم واحد، لأنك بقيت تربط بين وجود الفكرة وبين إنك لسه في خطر. أنت بتربط ما بين وجود الفكرة الوسواسية وما بين إنك لسه في خطر، مع إنها هي فكرة لكن هي محسساك بالخطر. طيب تاني حاجة، لأن الوسواس بيجيلك بشكل جسدي وعصبي قوي، فبتفكر أنا جسمي حاليا بيرتعش، أنا قلبي بيدق بسرعة، إذن هو حقيقي. عقلك في اللحظة ديت بيفكر بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها ديت. طيب تالت حاجة، لأنك لسه ما بنتش جواك صورة جديدة عن نفسك، غير ايه؟ غير صورة الشخص اللي هو كان بيتهز ويتكسر أول ما الفكرة تجيله. طيب ايه هي الطريقة الأقوى علشان تبني القوة النفسية والعصبية اللي انت محتاجها؟ أول خطوة معانا، لابد تفهم إن الإحساس بالضعف بيساوي معنى إنك متعلم شيء جديد. الإحساس بالضعف ده بيساوي بالظبط كده إنك اتعلمت شيء جديد عن الفكرة الوسواسية، مش حقيقة. بمعنى إيه؟ إن أنت اللي اتعلمته مع الوقت لما صدقت إنك مش هتعرف تتعامل مع الوساوس يعني. فالعلاج هنا مش إنك تمثل بقى القوة المضادة، العلاج إنك تعيد برمجة إحساسك بنفسك قدام الفكرة. يعني لازم تعيد إحساسك بالضعف تحوله إلى إحساس بالقوة قدام الفكرة. يبقى أنت بتعمل إيه؟ بتعيد برمجة إحساسك بنفسك، لأنك أنت طول حياتك واخد فكرة عن نفسك إنك ضعيف قدام الوسواس، وهكذا. طيب تاني خطوة تعمل إيه؟ تمرين بسيط اسمه أنا أقدر أحتوي، هو عنوانه كده. هتعمله كل يوم كم مرة؟ 3 مرات، حتى من غير وجود الفكرة الوسواسية. مش شرط تكون حاسس بفكرة، أو مش شرط الأفكار تهاجمك. هتعمل إيه حضرتك؟ وهتعملي إيه حضرتك؟ هتيجي قدام المراية، هناخد نفس عميق، تمام؟ وهنقول بصوت واضح، هنقول إيه بقى؟ حتى لو الفكرة جت أنا بقدر أحتويها، أنا مش ضعيف، أنا جسمي أي نعم ممكن يرتبك، بس ده مش معناه إن الفكرة حقيقية. الجملة اللي احنا قلناها اللي فاتت دي بتكسر حاجز تأثير الفكرة الوسواسية عليك، وبتعيد برمجة عقلك من إحساسك إنك ضعيف قدام الوسواس إلى إنك بتبني فكرة جديدة عن نفسك إن أنت أقوى من الفكرة الوسواسية. تالت خطوة، أحضر الهجمة بدل ما أهرب منها. بالظبط كده، أنا عاوزك تحضر الهجمة الوسواسية، مش تهرب منها ولا تخافي منها. هنتخيل كده مع نفسنا إن الفكرة جاية علينا أهو، اللي هي الفكرة الوسواسية مثلا. هنتعامل معاها بأسلوب المرونة العصبية، اللي هو أول ما تحضر الهجمة أهو، إحنا اللي بنحضرها بنفسنا، هناخد نفس
نحس برجلينا على الأرض ونفتكر شيء مهم جدا، إن الهجمة الوسواسية اللي عليا دي مجرد فكرة زائد شعور. نركز في الجزئية دي. الهجمة الوسواسية اللي أنا بحضرها عبارة عن إيه؟ فكرة زائد شعور، مش حقيقة زائد تهديد. نركز في الحتة الحلوة دي. بنعيدها تاني اهو. لما بنيجي نعمل التمرين بناخد نفس وبنحضر الفكرة الوسواسية اللي عامله لنا تعب، ونحط في اعتقادنا في اللحظة دي ونفهم ان دي فكرة زائد شعور، مش حقيقة زائد تهديد زي ما انت متخيل ان الفكرة دي عبارة عن حقيقة وعبارة عن تهديد حقيقي بيهددك. يبقى هنا هنحط في اعتقادنا ان دي فكرة زائد شعور، يعني هي فكرة وشعور فقط لا غير، مش حقيقة ولا تهديد. رابع خطوة، عاوزين نسجل انتصاراتنا الصغيرة. يعني كل مرة نحس ان احنا ما دخلناش في دوامة زي زمان مع الافكار الوسواسية، ده حتى لو بنسبة 10%، انا عاوزكم تسجلوا الانتصارات الصغيرة ديت، علشان ده بيكون بمثابة بناء القوة الجديدة اللي احنا وصلنا لها، علشان نعرف احنا قد ايه بنتقدم قدام الوسواس. القوة اللي احنا هنبنيها ديت قوة هنسميها، او عاوزكم تسموها، انا مش زي زمان حتى لو الوسواس لسه بيجي. خلي بالكم من المعنى ده، لابد تحطوا في اعتقادكم وترسخوا عندكم فكرة انا مش زي زمان، ده حتى لو الوسواس لسه بيجي. في النهاية عاوز اقول لكم ان الاحساس انك ضعيف قدام الوسواس ده مش معناه ان احنا فشلنا في التعامل مع الافكار الوسواسية، ولا ان مفيش امل، ولا تحط في اعتقادك ان انت مش بتتقدم. ابدا، المعنى غير كده خالص. ده معناه انك وصلت لمرحلة اعمق من المقاومة. انت بتقاوم افكار ومعتقدات اعمق من الاول، بتهاجمك بطريقة اكبر شوية من الاول. وهنا اللي انت بتعمله اسمه تغيير نظرتك لنفسك وسط الهجمة الوسواسية اللي انت طول حياتك، او اللي انت طول حياتك حاسة ان انت ضعيفة قدامها. لما هتبدأ تحس بنفسك انك مش ضحية، ولما هتبدأي تشعري انك مش مضطرة تبرري لنفسك كل حاجة او كل وسواس بيمر عليكي، في اللحظات دي هنبدأ نحس بقوة هادية كده بتظهر جوه مننا، قوة متأصلة. القوة دي ممكن نطلق عليها انا بقيت اعرف انا مين، ده حتى لو الفكرة الوسواسية لسه بتيجي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة مع بعض. اتمنى تجربوا الخطوة دي مع نفسكم وتشوفوا النتيجة. وفي النهاية أتمنى يا ربي الشفاء للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.